وزي ما حضرتك عارف احنا هنا في البرنامج بنبقى حريصين جدا على نشر الوعي بين الناس. تمام. يعني اللي حضرتك ده قلته اللي ده احنا بنقوله حقيقي. فعلا على ايوه طول للناس، بجد يعني ان بنصحهم ان نصيحة. هو النصايح دي حقيقي فعلا مهمه وغاليه، ان انا ما اروحش لاي حد يعمل اي حاجه لان هو مش متخصص، فحتى لو اخدت نتيجه مؤقته هيبقى ليها اضرار على المدى طبعا البعيد. يعني بيجي لي علاج جذور، مثلا علاج جذور كتيره فيلير مفليره وعامله خراريج. بيجي لي حالات فينير بايظه ومحتاجه تتغير. يعني مثلا دي حاله اهي مكسوره، كوبري كان فوق ده مكسور وجالي العيان. اكتريه دلوقتي الحالات بنشوفها كده، كباري قديمه عند العيانين وبتقع منها فجاه. يعني يجي لي الست او الراجل الكوبري ده فاكك وراح لزقه كذا مره ورجع لي برضه بيفك وبيقع. فبنضطر بقى اقول له لا خلاص ما لهاش حل، السنان اللي تحته باظت، لازم هنشيل الاسنان دي ونعمل زراعه ونركب لك على الزراعه تركيب ثابت. طب ده الحل النهائي. سؤال بقى يا دكتور، هل الزراعه ممكن تفشل؟ بص، الزراعه بتعتمد على يعني طبعا كل حاجه في الدنيا زي اي عمليه، زي اي عمليه برضه ليها عوامل فشل. أكيد. وزي ما احنا بنقول يعني عوامل النجاح لو قلنا مثلا لحد 95%. انت عارفه ان في 5 مليون مثلا حاله زراعه بتتعمل سنويا في امريكا وفي اوروبا، لان هم اللي عندهم الاحصائيات. فيعني بيقولوا 40% في امريكا و30% في اوروبا منهم. يعني مبلغ رهيب وحالات كتيره جدا حضرتك وباسعار تقصد موضوع فظيعه. منتشر. فالنهارده بيبقى في عوامل بترجع للطبيب وعوامل ترجع للمريض. اكيد. عشان زرعه تفشل لازم يبقى هو اصلا تشخيصها كان غلط. يعني انا جيت في حاله غلط اعملها. حاله، ده انا احكي لك قصه. واحد عمل زراعه فكين. عمل 5 زراعات فوق و5 زراعات تحت. المهم الراجل ده راح، ده مش عندي يعني، من فتره وعند حد تاني. قعد بعد ما يعني خلص الزراعه وخلص التركيبات، وبعد سنه من التركيبات لقى التركيبه كلها بتلخلخ وهتقع. فطبعا جالي، فقلت له لا ده خلاص، ده كده ده فشلت. دي فيلير، لازم هنعيد كل الكلام ده. او الدكتور اللي عملها لك، يعني لو انت عندك ضمان او هو ضمنها لك، ترجع تعيد الكلام ده كله تاني. فطلع بقى ايه حضرتك الراجل؟ ان هو كان اصلا عنده سكر وعملوا له زراعه سكر عالي كمان ومش كنترولد. مش كنترولد. ولما سالوه ساعتها قالوا لهم لا انا هظبطه يعني. هظبطه وبتاع، وما ظبطش. كان عنده فيتامين د واطي جدا. انا عندي عيانه انا بقى لها 3 شهور بنعلي في فيتامين دي اللي هو د عشان اقدر اعمل لها زراعه. فانت لازم تتابع المريض، لازم الاختيار الكيس مهمه جدا لنجاح الزراعه. وهنا يا دكتور بيعتمد برضو على خبره الطبيب، ولازم يكون في مركز موثوق فيه، يعني طبعا مش اي حد. الجزء الثاني من الموضوع ان فشل الزراعه، لو كان في جزء عن المريض سبب فيه، في جزء برضه او يعني الطبيب فشل. المريض نفسه لازم يعتني بالزراعه، وبوري له ازاي وبنصحه وبقول له ازاي يعمل لها عنايه زي اي حاجه في جسمه.